كان للغزو البرتغالي لعمان أسباب عديدة، ومنها كون العمانيون هم المنافس الأكبر لهم في تجارة الشرق، حيث كانوا يسيطرون على هذه التجارة منذ زمن بعيد. أراد البرتغاليون قطع سبل المواصلات البحرية والسيطرة على مضيق هرمز باعتبارها أهم محطة تجارية في الخليج العربي. أرسل ملك البرتغال حملة بحرية بقيادة السفاح البرتغالي الشهير البوكيرك لغزو سواحل الخليج العربي وخاصة عمان. استطاع البوكيرك أن يفاجئ السفن العمانية الراسية في الموانئ ويدمرها. احتل بوكيرك قلعة قلهات، ثم احتل قريات ومسقط وخورفكان، واحتل أيضا صحار وقتل عددا كبيرا من سكانها، ثم حاصر هرمز واحتلها وأسس فيها أول قلعة برتغالية في الخليج. احتل البرتغاليون قريات بعد مقاومة شرسة من أهالي المدينة، مما أدى إلى انتقام نتج عنه تدمير المدينة وحرقها بالكامل، وإحراق سفنها ومينائها وارتكاب المذابح والتمثيل بالأسرى. بدأ البوكيرك سلسلة من المفاوضات مع أهالي مسقط من أجل الاستسلام، فقد كان حريصا على توقيع اتفاق معهم لسببين: أولهما جودة ميناء مسقط ورغبته في استخدامه للأسطول البرتغالي، والسبب الثاني هو قوة أسوار المدينة واستحكاماتها. وعندما فشلت المفاوضات قرر البوكيرك مهاجمة مسقط، ولكنه واجه دفاعا كبيرا من أهل مسقط عن مدينتهم، ورغم ذلك نجح البرتغاليون في النزول إلى الساحل وبدأوا في احتلال المدينة ونهبها واستهداف النساء والأطفال بالقتل، مثلما فعلت قريات ومسقط. فقد قاومت معظم المدن الأخرى من مدن ساحل البحر العماني الاحتلال البرتغالي. لم يستسلم أبناء الساحل العماني للاحتلال، فقد ظلت مدن الساحل في انتفاضات مستمرة، ولهذا السبب بقى البرتغاليون في الساحل ولم يتمكنوا من النزوح إلى داخل عمان. كانت عمان في تلك الفترة مقسمة إلى مدن ودويلات صغيرة يديرها حكام يتنازعون فيما بينهم. اجتمع رجال العلم والدين في الرستاق واختاروا الإمام ناصر بن مرشد اليعربي إماما على عمان. الإمام ناصر بن مرشد من قبيلة يعرب في الرستاق، وكان الإمام يتصف بالاستقامة والنزاهة والتدين. أدرك الإمام ناصر منذ الوهلة الأولى إن محاولة طرد العدو البرتغالي شبه مستحيلة في ظل الوضع العام في البلاد، فقد كانت البلاد مقسمة إلى دويلات وقطاعيات صغيرة يسودها العصبية القبلية، فكانت مهمة الإمام ناصر هي توحيد البلاد وتوطيد الوحدة الوطنية فيها كي يتمكن من التصدي للعدو البرتغالي. بدأ الإمام ناصر بالعمل على استتباب الأمن وتوحيد البلاد في دولة مركزية قوية، وبعد أن نجح في ذلك وكون جيشا قوي وبنى أسطولا حربي لمواجهة الأسطول البرتغالي، أصبح مستعدا لمحاربة البرتغاليين. كانت جلفار أول المدن العمانية التي تم تحريرها من السيطرة البرتغالية، فقد أرسل الإمام جيشا بقيادة علي بن أحمد لفتح جلفار، وقد كان البرتغاليون يحتلون أحد قلاعها، وبينما كان الفرس يحتلون القلعة الثانية. استطاع جيش الإمام هزيمة البرتغاليين في واقعة جلفار، حيث باغتهم الإمام وانتصر عليهم بعد يومين من المعارك الضارية، وطلب البرتغاليون من الإمام السماح لهم بالانتقال إلى مسقط، وهكذا تم تحرير أولى المناطق من الاحتلال البرتغالي. وكان الإمام قد عين حافظ بن سيف واليا على صحار، وأمره أن يتوجه إليها، فيتوجه حافظ إلى صحار ويحارب البرتغاليين الذين تحصنوا في القلعة، وأخذوا يمطرون على جيش حافظ بوابل مدافعهم، مما جعله يبني قلعة مواجهة لقلعتهم، وقد شاركتهم القبائل في بنائها، وقد قاموا بمحاصرة صحار حصارا منيعا. وهنا يستخدم الإمام ناصر حيله الحربية، فيقرر فتح جبهة ثالثة لتشتيت البرتغاليين، فيعد أسطولا حربيا لمواجهة الحاميات البرتغالية في صور وقريات،
فيرسل ابن عمه سلطان بن سيف على رأس جيش لتحريرهما. في ظل تشتت وانذهال البرتغاليين بتعدد جبهات القتال، يتوجه الإمام ناصر إلى صحار ويستولي عليها وينتصر عليهم في وقعة صحار. بعد ذلك يرسل الإمام قائده مسعود بن رمضان إلى مسقط ومطرح لتحريرهما، فتكون وقعة طويرولة حيث ينهزم البرتغاليون، ويطلب البرتغاليون الصلح من الإمام فيصالحهم على أن يدفعوا جزية سنوية للإمام وإلغاء الضريبة المفروضة على العمانيين من قبل البرتغاليين. فقد كانت هذه الهدنة فرصة للعمانيين لتوحيد صفوفهم. وفي عام 1649 ميلادي توفى الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، وقد كانت مدة إمامته 26 عاما. بعد وفاة الإمام ناصر بن مرشد تم تعيين الإمام سلطان بن سيف اليعربي إماما على عمان، وقد اتصف الإمام سلطان بحكمته وشجاعته وتمرسه الحربي. استغل البرتغاليون وفاة الإمام ناصر وامتنعوا عن دفع الجزية وأعادوا فرض الضرائب على العمانيين، مما جعل الإمام سلطان يتخذ من ذلك سببا لمواصلة القتال ضدهم. طلب الإمام سلطان من البرتغاليين إعفاء العمانيون من الضريبة، ولكنهم رفضوا، فيعلن الإمام الحرب على البرتغاليين عام 1050 ميلادي. دخل جيش الإمام مسقط، وقد أحاط بهم البرتغاليون من فوق الجبال ومن الأبراج، وأطلقوا على جيش الإمام وابلا من القذائف الكبيرة. ولكن إصرار العمانيين كان أكبر من ذلك، فلم يقفوا ولم يلتفتوا لرفقائهم الذين استشهدوا، بل تسلقوا الأسوار على جثث القتلى البرتغاليين وانتصروا عليهم. فيتراجع البرتغاليون ويتحصنون في القلاع ويبنون أبراجا وخنادق لمنع تقدم جيش الإمام. لم يتمكن العمانيون من التقدم بسبب التحصينات البرتغالية، وطال الحصار، وكاد الإمام أن يتراجع بجيشه، إلين بعض سكان مسقط أخبروا الإمام عن أماكن التسلل للدخول لمسقط، وأخبروه أيضا عن موعد احتفال النصارى البرتغاليين بعيد رأس السنة، والذين يكونون فيه ثملين. وقد استفاد الإمام من هذه المعلومات، واستطاع الجيش أن يتسلل إلى الحصن ويحاصر العمانيين قلعتي جلالي والميراني، ويدخلون مسقط ويحاصرون قلعة مطرح حتى نفذت مؤن البرتغاليون فاستسلموا. لم يكتف الإمام من طرد البرتغاليين من عمان، ولكنه عزم على طردهم من الشرق نهائيا، حيث أدرك الإمام أن أمن عمان لا يتحقق إلا بعد طرد البرتغاليين من البحار الشرقية. فأرسل البوارج الحربية إلى الهند وسواحل شرق أفريقيا، وحاربهم فيها ودمر مراكزهم وخرب سفنهم، حيث حرر منباسة في أفريقيا ومنغلور في الهند. وهكذا تم القضاء على الوجود البرتغالي في سواحل عمان بجهود أبنائها المخلصين لوطنهم وولاتهم.